السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ربنا يجعل يومكم هادي ونادي وكله خير وسعاده وحب عليا وعليكم. شوفوا كده، انا الاكله بتاعت النهارده ما كنتش ناويه اعملها النهارده، بس عشان انا كنت محمره لهم بطاطس، بس ما عملت لهمش بقى ايه بطريقه البطاطس الجمبري، فحمرتها كده لان التوابل بتاعت الجمبري كانت خلصت بصراحه، فحمرت لهم بطاطس كده. المهم يعني كلوها، بس ايه يعني كلوها وسابوا حبه منها. فانا قلت بدل ما ارميهم، فقلت على ايه، انا هعمل مسقعه بالبطاطس زي اللي امي الله يرحمها كانت بتعمل. نسيت اقول لكم على حاجه، يا ريت تفضلا منكم وليس امرا تدعوا لاختي ربنا يشفيها ويخليها لاولادها، وادعوا لي انا كمان. بصوا بقى، انا خلصت هنا قليان البتنجان، بس طبعا انا ما جبتش الفيديو من اوله وانا بمنتوشه في حته اتمسحت، بس مش مشكله اللي اتمسح دوت. يلا، المهم خلصت قليان البتنجان، وكنت ايه مقشره بقى ايه راسين توم كده عشان ايه المسقعه بالثوم. يعني الثوم مهم قوي في المسقعه، فانا بحب ايه اتوصى يعني. وكنت ايه فرماهم. انا ما كنتش هعمل لهم النهارده اقسم بالله، بس شويه البطاطس اللي هم ما رضوش ياكلوهم وقالوا لي لا عشان انت ما عملتلناش بطاطس بالجمبري، انت قلتيها لنا بالطريقه الثانيه. فاكلوا، بس كل واحد كده خد له ايه بطاطسيتين كده وسابوا الباقي. فانا قلت طب انا هرمي الباقي ليه؟ افتكرت امي لما كانت زمان تعمل المسقعه دي، بس تقلي بطاطس وتحطها عليها. فقلت والله اللي اعمل لهم النهارده المسقعه واحط عليها شويه البطاطس دول، يلا هم اللي جابوا لنا نفسهم. اصل هم عندنا هنا في البيت كمان ما بيحبوش المسقعه قوي، ولو كلوها ياكلوها باللحمه المفرومه والاستاذ بودي يقول لي حط لنا على وشها شويه جبنه موتزاريلا، يعني حركات بقى وحبشتكنات اللي هي تخليكي ما تحسيش ان انت بتاكلي مسقعه اصلا. يعني المسقعه اخرها ان الواحد يعمل صينيه مسقعه باللحمه المفرومه، لكن حطي بقى جبن انت بتضيعي طعمها، ما بتبقاش المسقعه اللي احنا ايه اتربينا وتعودنا عليها. فقلت يلا والله اللي عاملاها، بس والله العظيم جميله. وكانت امي الله يرحمها تعملها نغمسوها بالعيش ناكلوها بالرز، وكانت تتعمد تحط قد مقدار البتنجان قد مقدار البطاطس. يعني مثلا لو جابت كيلو بتنجان تجيب كيلو بطاطس، وكانت بتبقى جميله جميله جميله، وانا بصراحه بحبها. فعشان كده لما فضلوا شويه البطاطس، بص البتنجان اهو، فقلت والله لا جايبه البتنجان قليان واعمل ايه مسقعه بالبطاطس. يا ريت اللي بيتفرج عليا لحد ما وصل للحته دي، يا ريت ما تنسيش الاشتراك في القناه واللايك والتعليق حلو، وتقولي لي بتتابعيني منين، ده شيء يشرفني. بص انا حطيت بقى هنا، بس كانت تحط البتنجان الاول وفوقيه بقى البطاطس المقليه، هم دول الحبه اللي فضلوا والله. بس ليه ان التتبيله بتاعت الجمبري خلصت، وكانوا عايزين بطاطس ايه جمبري شبه اللي انا كنت مصوراها في الفيديو قبل كده، فغضبوا. فبقى كل واحد خد بطاطستين كده وسابوا دول في الطبق. فقلت احطهم بقى على البتنجان كده عن المسقعه، والله العظيم بيبقى طعمها جنين. جربيها كده، الناس اللي بتحب المسقعه زيي جربيها بالطريقه دي. دي ما فيهاش ولا لحمه مفرومه ولا حاجه، وكان عندنا شويه رز ماشي، والاستاذ اللي واقف ورايا ده مستني ياكل الطبق دوت، اللي هو كان غضبان اول واحد اعترض على البطاطس كده، يقول لي تعملها لنا بطريقه بطاطس الجمبري اما مش واكلين. دلوقتي لا، الطبق اللي انا غرفاه ده هو واقف ورايا عشان ياكل، انما في الاول لما كانت بطاطس كده ما رضاش ياكلها. يلا اللي لسه بقى صحي من النوم وعملتش غداها ومحتاره تعمل اكل ايه وبتحب المسقعه زينا، يا ريت تعمليها بالطريقه دي هتعجبك. ولو عندك شويه بطاطس بايتين كده زينا مقليين، قومي اعملي معاهم شويه بتنجان كده وشوفي الحلاوه، وربنا يجعل يومكم هادي وكله خير يا رب. سلام.